السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله على بركة الله. غادي نقدم لكم هنايا واحد الوصفة طبيعية ديال تقوية وترطيب وتطويل الشعر بإذن الله. هنايا معكم أزير، معكم الخزامة، هنايا الرزاز مطحون عندي، شريته من العشاب مطحون. هنايا كاين معايا هنايا كاين زريعه البصله. انا نحيد ليها السلوفان، انا غطيتها بالسلوفان وباش ما يمشي ليهاش الجهد لحقاش طحنتها. فات لي انا طحنتها قبل لحقاش كنت استعملتها للعشوب اللي كانوا قبل. هنايا مطحونه، ومعايا هنايا الحرمل قليتو مازال غادي نطحنو ان شاء الله. وهنايا معايا هذه سميتها الورقه ديال السدره. هاد الورقه ديال السدره غادي نطحنوها حتى هي. هنا الورقه ديال سيدنا موسى، وهنايا القرنفل. هنايا القرنفل غادي نستعملو معلقه كبيره فقط، ما غاديش نفوتوها. وبقيه العناصر 2 معالق من الحاجه. هنايا معكم الزيت، 3 ديال الكيسان ديال الزيت درتهم في قرعه ديال الزاج، ولكن انا قبل طيبتهم وباش تمشي ليهم الملحه، لحقاش الملحه خايبه للشعر. سمحوا لي عافاكم قطعت الفيديو، جا عندي ولدي الصغير. المهم واقيلا وصلت معكم للزيت. هنايا زيت العود غادي نستعملوا 3 ديال الكيسان، تنكون طيبتهم قبل. علاش طيبتهم؟ باش تحيد لهم الملحه خايبه للشعر. المهم فاش تنطيبهم قبل تتكون باقا سخونه، تنطحن هاد العناصر اللي مازال ما تطحنوا لياش وتنديرهم في هاد الزيت. المهم شوفوا معايا الفيديو حتى الاخير وباش تحطوا الوصفه كيما طبقوها كما انا قلت لكم، وان شاء الله غادي تنجح معكم الوصفه. من بعد ما طحنت دوك العناصر كامله تنديرهم هنايا واحد الاناء، ومن بعد تنحرك دوك العناصر كامله. تقدري هاد العناصر ديريهم كامله، تقدري ديري النص فيهم. انا درت تندير بزاف وتنقسموا على 2 مثلا، وتنبقى ندير في 3 د الكيسان القياس، وتعاوتاني المره الجايه تندير القياس. المهم غادي ديري بحال قلتي من المقادير قبل ما تطحن 2 حتى 3 د المعالق من الحاجه. الا القرنفل تنديروا منه معلقه وحده لا غير. وبالنسبه لورقات سيدنا موسى حتى هي تديري منها غير 2 عريشات صافي. المهم فاش تنخلطوا هاد العناصر هادو تنضيفوهم ان شاء الله بحول الله في هاد الزيت هادي اللي تتكون باقا سخونه، تنضيفوهم شويه بشويه. المهم هانتوما معايا تنسالي ان شاء الله. المهم من بعد ما درنا دوك العناصر هنايا في زيت العود تنحركو مزيان وتنخليوه مده 2 دقائق يبرد لينا شويه، حيت تتكون هاد الزيت سخونه عاده باش تنسدوه. علاش؟ الا سدينا عليه وهو سخون بزاف يقدر تعرق لينا ديك الزيت وغادي تخسر مع المده، غادي دير لينا ديك الغموله. حنا ما بغيناش داكشي، حنا بغينا كلشي يكون هو هذاك، وبغينا هاد الزيت دوز واحد المده اللي هي طويله. راه انا تدوز ليا حتى مده عام ما تيوقع ليها والو. وتنصحكم باش بقى تشققوا لبنياتكم الشعر بهاد الزيت هادي، ومن الاحسن تشققوا بهاد العشوب هادو اللي فيها، ماشي تصفيوها عاده باش تشققوا بها. غادي تشققوا فروه الشعر مزيان وبقى تدلكوها بالاصابع ديالكم لمده 5 دقائق، وانت تدخليها في داك في الشعر مزيان في الفروه ديال الراس كامله، وديريها حتى الزغيبات كاملين حتى الرؤوس ديال الشعر. ومن بعد ما تتالي ديك الزيت وتتشققي تديري واحد الزيف ديال حياتي، اي زيف تتغطي به راسك وتتخليه لمده 2 ساعة فما فوق، وتقدري تباتي عليه بها. بالنسبه للدراري الصغار تخليوها ليهم 1.5 ساعة 2 ساعة بارك عليهم، وغسلي لهم الشعير ديالهم. وممكن اخواتي هاد العناصر اللي قلت لكم ممكن تطبخوهم في الماء، تهزوا غير معلقه من كل حاجه. مثلا هاد الشيء اللي طحنا تقدروا تنقصوا منه 1 2 معالق 3 وديروه يطبخ في الماء، ولكن يكون مغطي وباش دوك الزيوت الطياره ما تحيدش لينا. ومنين وتخليوه تيبرد على خاطرو من بعد 5 دقائق هو تيطبخ،
فاش يبرد مباشره مور فاش تخرجوا من الدوش وتغسلوا شعركم مزيان، رشوا به فروه الراس، ما غاديش تندموا عليها. وواحد النصيحه اخرى، ديما شامبوان باش تغسلوا الشعر كما يبغى يكون النوع ديالو، لوحوا فيه واحد 5 ديال الحبات ديال القرنفل، حتى هو راه زوين، تيعطي ريحه زوينه للشعر، وفي نفس الوقت هو ما تيطيحش الزغبه وتيخليها قويه. تنتمنى اخواتي هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم اللي تفرجتوا فيا من اول الفيديو حتى لاخر الفيديو، وشكرا للدعم ديالكم للقناه، وشكرا المشاهده ديالكم الفيديو الاول، ونتمنى تشوفوا هذا الفيديو هذا، ونتمنى من المشاهدات يزيدوا اكثر من هكا، ودعموني بابوني ولايك والمشاهده عافاكم، تفرجوا فيا من اول فيديو حتى لاخر الفيديو. اللي مشغول ولا اللي ما مسالي ولا اللي مسالي بغى يدير شي حاجه يخلي الفيديو خدام وينقص الصوت ويمشي يقضي شغلاته. وشكرا لكم عاوتاني مره اخرى، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.